صباح الخير. النهارده الجو زي ما انتم شايفين كده صعب حبتين ثلاثة، فبدل ما نتمشى بره هنروح نتمشى في عالم فان جوخ، هنتعرف على لوحاته ونتعرف على حياته. استنوني. ودلوقتي هناخد المترو. مين هو فان جوخ؟ اسمه فينسنت فيلم فان جوخ، هولندي. اتولد في 30 مارس 1853 ومات وهو عنده 37 سنة. والده كان راجل دين في الكنيسة، وفينسنت كان أكبر أولاده. ليه أخين ولاد وثلاث إخوات بنات. أقرب أخ ليه واللي سنده في رحلته كان اسمه ثيو، كان أصغر منه بكام سنة. لوحات فان جوخ بتتباع بملايين الدولارات، بس هو إزاي بقى مشهور قوي كده مع إنه في حياته ما باعش غير لوحة واحدة بس، وكان راجل فقير. السر في الجوابات اللي لقوها. الجوابات دي كانت بين فان جوخ وأخوه ثيو. الجوابات ساهمت في إعادة اكتشاف حياته وفهم لوحات فان جوخ. فان جوخ كان بيتمنى إن هو يصور بفنه موضوعات الحياة العظيمة، زي ما هو قال بالحرف، زي القلق، المعاناة، الحب والأمل، وأعتقد إن هو نجح في كده. الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها دلوقتي هي فيديوهات كأنك بتتمشى جوه لوحات فان جوخ. الألوان كانت من أهم المميزات بتاعت لوحات فان جوخ، وعشان كده كان هو واحد من أهم الرسامين في المدرسة الانطباعية. فان جوخ ما كانش معجب قوي بنفسه زي ما ناس كتير ممكن تفتكر، عشان اللوحات الكتير والبورتريهات كتير لنفسه، بس هو كان فقير لدرجة إنه ما كانش قادر يدفع لحد عشان يرسمه، فعشان كده قرر يجيب مراية ويرسم نفسه في المراية أرخص. ظهور عباد الشمس، واحدة من أشهر أعمال فان جوخ. رسم 5 لوحات مختلفة لعباد الشمس في فاز. رأي الفنانين في الوقت ده إن فينسنت أو فان جوخ عمل ظهور لا تذبل، بمعنى إنها ظهور خالدة. ودي ظهور اللوز، كان متأثر بالطباعة اليابانية، واللوحة نفسها كانت هدية لأخوه ثيو عشان خلف فينسنت الصغير. لو عجبكم الفيديو اعملوا له شير عشان كلنا نستفيد معلومة جديدة. سلام.